اسمع نصيحة من كل الناس حتى لو كان من الشخص الغلط. اسمع آراء كل الناس حتى لو مش بتوافق آرائك. اسمع تجارب الناس حتى لو عندك اعتراض على شخص اللي بيحكي لك التجربة. حاول بقدر الإمكان إن أنت تطور عندك فكرة إن أنت تسمع أكتر ما أنت تتكلم. فيديو مشهور جدا لأحمد الشقيري كان بيتكلم في فكرة إن إحنا في سن المراهقة وفي سن العشرينات بيبقى فاكرين إن إحنا عندنا الحق المطلق، إن آرائنا دي دايما صح، وإن كل الناس اللي بتختلف معانا هي الغلط. ده غلط كبير جدا بنقع فيه كلنا كشباب، لأننا دايما بنبقى مقتنعين بكلامنا، إن أي حد بيعارضنا هو شايف الموضوع بشكل غلط. ولكن فكرة إن أنت تطور عندك مهارة إن انت تسمع اكتر ما تتكلم، ده هيفرق معاك جدا، هيخليك بجد لما تيجي تتخذ قرار في موضوع مهم بالنسبه لك عندك اوبشنز كتير تختار منها. خلي بالك من نقطه مهمه جدا، خلي دايما ليك فلتر لكل الاراء والافكار اللي انت بتسمعها. يعني ايه فلتر؟ يعني مرجعيه ليك بترجع لها في كل الافعال والتصرفات والاراء بتاعتك. وطبعا مفيش مرجعيه ليك في الحياه اهم من دينك، عاداتك وتقاليدك، مبادئك اللي المفروض تحافظ عليها. ده الفلتر، ان انت اي راي او اي فعل انت بتشوفه من اي حد بترجع للفلتر ده تشوفه هل يناسبك ولا لا.